بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معلومة قانونية النهاردة عن السرقة بالإكراه. سؤال بيطرح كتير جدا، يعني إيه السرقة بالإكراه؟ هو استيلاء على مال المجني عليه عنوة عنه غصب عنه، بالمعنى البلدي كده يعني. استيلاء على مال المجني عليه باستخدام بقى أداة، عصاية، سكينة، مسدس صوت، حتى لو بالوهم إنه ده مسدس حقيقي يبقى بالإكراه. سرنجة في إيده، اي شيء، اي نوع من انواع الاسلحه او الشيء اللي يخيف المجني عليه ويستولى على ماله عنوه، كون انه يوقفه في طريق ضلمه، كون انه يستناه اكتر من شخص، اي ظرف مشدد يقال انه تم الاستيلاء على مال المجني عليه عنوه ولو سرق منه جنيه واحد. دي سرقه بالاكراه، ودي جنايه عقوبتها السجن اللي ممكن يصل ل 15 سنه، السجن المشدد كمان. فانت ما تسيبش حقك، وبلغ واعمل محضرك واثبت الحاله، وربنا ان شاء الله هترجع لك حقك.